السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم في قناتكم قناة نينا قاطون. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اللي راح نديروا فيه مع بعض هذا الصابلي. كما راكم تشوفوا شكله راقي ويجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه وتعجبكم الوصفة. واكيد قبل ما نبداو بالمقادير وطريقة التحضير راح نوري لكم هذا الصابلي كيفاش يجي. راح نقسم لكم حبة. هاوليك الصابلي تاعنا وفيه زوج حشوات. آم، معجون وحشو تاني مقرمش. هذا هو كيفاش يجي من داخل. ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى للاخر. نقولوا بسم الله ونبدا بطريقه العمل. هنا عندي 100 غرام تاع مارغرين، عندي 50 غرام لوز ابيض مرحي، عندي لافاني صفار حبه تاع البيض، 2 ملاعق كبار تاع سكر غلاس، كميه من البسكوي هنايا مرحي كيما حبيتو هنا الكميه، والفارينه باش نطم الخليط تاعي. شوفوا هنا تحبوا تضاعفوا المقادير ضاعفوا المقادير. انا درت كميه صغيره برك باش نوري لكم فقط الوصفه. وراح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. راح نخلط هنايا المارغرين تاعي مع سكر غلاس. من بعد راح نضيف صفار تاع الحبة تاع البيض. هنا ممكن الاستغناء على اللوز اكيد، وممكن تعوضوه بالكاوكاو. هنايا ضفت البسكوي تاعي كميه فقط، واحد 2 معالق مغارف كبار هكذاك. وضفت اللوز تاعي مع لافاني. وراح نضم الخليط تاعي بالفارينة حتى نتحصل على عجينة طرية نقدر نتحكموا فيها. نبقى نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على القوام المطلوب. هاي ليك العجينة تاعي. دوك راح نطرح العجينة تاعي بيان سور بالحلال. وراح نستعمل طابع. دوك نوريه لكم. شوفوا هنايا بيان سور الطابع تستعملوا اللي حبيتو وديروا الشكل اللي حبيتو نتوما. ما ديروهاش بزاف رقيقه وما تخشنوهاش بزاف. على بالها بلي هنايا دوكا يعني ما فيهاش الخميره الكيميائيه، ما حش تطلع لكم بزاف. هذا هو السمك تاعها. راح نطيبوه على درجه حراره متوسطه. وهنا حنحضر الكاناش. هنا الكاناش عندي 100 غرام تاع شوكولا سوداء و100 غرام تاع شوكولا بالحليب، وعندي 100 غرام تاع كريمه. سخنتها وحطيتها على هذاك الخليط تاعي، وحطيت 50 غرام تاع المارغرين. نخليها مده دقائق، من بعد نعاود نولي ليه نخلطو حتى يندمج المكونات وتذوب الشوكولا تاعي. شوفوا هنا اذا ما ذابتلكمش الشوكولا اكيد راح تقدروا تجوزوها في ميكرووند ولا او بان ماغي. هاوليك القوام المطلوب. هذه حضرته ليلة من قبل. ومن بعد كي رحت باش نزين كان يعني واجد. عندي تشوفوا هذوما تاع شوكولا ترانسفير اللي مكتوب فيها فيريرو روشي. ذوبت هنا شوكولا بالحليب بدون اي اضافات وراح نعمر. راح نعمرهم. من بعد حنحطهم في الفريجيدة ولا في المجمد مدة دقائق برك قسم ما ينشفوا لي، يعني تيبس الشوكولا، ونديمو ليهم ونستعملهم في التزيين هكذا. المهم راح نكمل كامل. انا شوفوا قسمته على 2. قسمت شويه برك، يعني قس الحبات تاوعي قسمه نسحق برك وخدمت بيهم. هنا راح نحضر الحشو تاعي. شوفوا هنايا عندي بسكوي مرحي رقيق، وعندي هنايا لوز محمص ومكسر، وعندي الفايتين والشوكولا اللي طالع. شوفوا هنايا درت كيله بكيله، يعني كيله تاع بسكوي، كيله تاع فايتين، واللوز المكسر درت هكذا كميه. طميت الخليط تاعي بشوكولا اللي طالع. هنا شوفوا من المستحسن تخليوه هذاك الخليط تاعكم يتماسك شويه بعد تخدموا به. انا باش نكمل لكم التصوير. شوفوا هنايا طبعت بهذا الطابع نفسه اللي طبعت به الصابلي. من بعد درت الثقب في الوسط، وهذا الثقب جاني شويه كبير. درت واحد اخر. شوفوا شويه صغير عليه.
نخلي الحشو تاعي داخل الطابع ونثقبو هكداك باش الشكل تاعو ما يكبرش، يعني ما يديفورماش، يبقى نفسه هو تاع الصابلي. ونحطوه هكذا. نحاول نعدلو مليح. وفي الوسط راح ندير هنايا معجون. انا هنا عندي معجون تاع الفخاز، نتوما استعملوا ممكن تديروا شوكولا للطالع. انا حبيت ندير معجون. ممكن ديروا هذاك الشوكولا للطالع كما قلت لكم، هنا على حسب الاختيار. راح نغلق الصابلي تاعي. من بعد نحاول نعدل الاطراف مليح باش من بعد كي نروح نديرهم يعني نطليهم بالشوكولا يجوا كامل، يعني يجوا بيان فيني. شوفوا هنايا عندي كمية من الشوكولا للطلاء، درت لها 2 معالق كبار تاع زيت، ودرت لها هنايا اللوز محمص ومرحي. شوفوا انا هنايا ما رحيتوش خشين بالعاني، ما حبيتوش يجي خشين، رحيتو شويه رقيق ودرتو. مانيش حابه يخرج هكا شغل بزاف باين اللوز. ما باليش كل واحد واللوغو تاعو. المهم في هذا الشكل بالذات انا ما حبيتوش اللوز يكون خشين، يعطيني ذوق ومنظر كي تدناوليهم يبان لكم بلي فيها اللوز بصح ماشي بزاف خشين. باسكو راح نزيد نزينو من الفوق بالغاناش وهادوك تاع شوكولات ترانسفير اللي درتهم، يعني باش شوفوا هاو باين يعني بلي فيه اللوز. هنا شوفوا هاوليك الغاناش تاعي اللي كنت خدمته معاكم. راح ندير هكذا نبوشيه من الفوق. هذه استعملت هذيك لادوي اللي فيها بزاف هكا شغل سنينات. ندير كامل كمية. بيان سور هنا ممكن تعتمدوا الوصفة وديروا شكل اخر، تزيين واحد اخر على حسب اللوغو تاعكم. وهنا هامليك تاع شوكولا ترانسفير راح نلصقهم هكذا من الفوق ونزيد الورقة الذهبية. شوفوا هذيك 100 غرام عطاتني هاد الكمية. 100 غرام تاع المارغرين عطاتني هاد الكمية. ممكن ضعفوا المقادير نتوما على حسب الرغبة تاعكم. وهنا هذه هي النتيجة النهائية. شوفوا الشكل تاعها جا بزاف شباب، حتى الذوق جا ما شاء الله. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، وهذه هي الوصفة اللي حبيت نشاركها معاكم. ان شاء الله تكون عجبتكم. نقول لكم اتهلا في روحتكم، ونتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.